سلام البنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ياك كلشي بخير وعلى خير. المهم انا كي كتشوفوا معايا بغيت نصايب رغيفات وبغيت نشاركهم معكم كما كتشوفوا. المهم هنا عندي الفرص على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما. ردها لما وعندي هنايا هذا، عندي هنا واحد الخماره حمراء، وعندي هنا بيضه، وعندي هنايا هاد غير اختياري، بغيتي ديروها ما بغيتوش ديروها بلاش. عندي هنا هي كما كتشوفوا هذه زهرة البرتقال، تكون خاصة بالحلويات. المهم كتعطي واحد النسمة زوينة في هذا، في الحلوى، في الرغيف، في كيكه. انا كنستعملها حتى في الرغيف. وبطبيعه الحال عندي هنايا الماء، عندي هنا الماء خوت مدافي اللي غادي نعجن به. المهم غادي نعجن الرغيف ديالي ومن بعد غادي نشاركو معكم ان شاء الله الا قالها الله. المهم البنات انا عجنت العجينه ديالتي ودرتها بحال هكا على الكويرات، كورت وحطيت كما كيقولوا داك المثل كور عطي العوض. المهم غادي نبدا على بركه الله، وغادي ندير عليها بحال الشكل المسمن. المهم ومن بعد من غنطيبهم غادي ندير ليهم العسل، وغادي ندير ليهم هذا كاوكاو افيلي ولا الزنجبل، المهم على حسب اللي بغيتو. المهم بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله يا ربي باش تشوفوا الرغيفات كي جاوني. المهم قلت جالسه وانا نقول نوض ندير ليا رغيفات. انتي يا اختي هنا بديت كنقلي يا اختي. المهم انتي كتشوفين بديت كنقلي، كتعطيني هاد الفقاعات عاد كنقلبها. المهم كنبقى مستمره حتى تيطيبوا لي الرغيفات ديالي، وعاد ملي نسالي كلشي غادي نوريكم كيف جاو، كيجيو زوينين بزاف في المذاق. المهم بقاو معايا حتى اخر فيديو ان شاء الله. وهنا خوتي كملت الرغيف ديالي كما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا كي جا. هانتوما المهم كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم وصحه وراحه، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.